السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا النهاردة جاي لكم بخصوص مستشفى 57. يا جماعة المستشفى ديت من رابع المستحيلات اللي هي تتقفل. المستشفى ديت من أحسن المستشفيات اللي أنا شفتها وتعاملت معاها. المستشفى دي أنا اتعاملت معاها مع بسملة بنتي. بجد أنا عشت أيام كانت صعبة جدا. الأيام ديت يعني يا رب ما يكتبها على أي حد. اتفاجئت، انا مش عايز اطول عليكم، انا اتفاجئت اللي بسمله كان عندها ورم ورحت مستشفى 57. وادي الاثبات اهو، الكارت بتاع 57 ولغايه دلوقتي احنا بنتابع فيه وفي متابعات. ادي اسم بسمله، انا لغايه دلوقتي بتابع في المستشفى بعد العمليه. هي الحمد لله بسمله كويسه والحمد لله عملت العمليه وقامت بالسلامه. والناس دي بتبذل اكثر من جهدها في المستشفى. الناس دي بتعامل الناس كويس جدا. المستشفى ديت الصراحة يعني بتعمل كل اللي في مستطاعتها. بجد 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 بجد، ده انا شفته بعيني، انا ده ما اتحكاليش. انا الاول ما كنتش اعرف حاجه عن 57، ما اعرفش حاجه عن المستشفى دي اصلا خالص، ولا زي اي حد طبعا ما دخلهاش فما يعرفش عنها حاجه وما عاش الجو اللي انا عشته. بجد الايام دي كانت صعبه وربنا ما يكتبها على حد. انا فعلا لما دخلت 57 الموضوع مختلف تماما عن اي مستشفى بتدخلها. احنا لما بنروح اي مستشفى بره بنجبس دراعنا او رايحين بطفل تعبان او رايحين احنا تعبانين ككبار، بتشوف حاجات وبترجع بتقول انا نفسيا متدمر. لا، انت لو رحت 57 ودخلت 57 وشفت الحالات اللي جوه وشفت الاطفال وشفت الناس وشفت التعب بجد اللي جوه وشفت الاطفال كلها عامله ازاي جوه، انت هتتعب هتتدمر نفسيا، مش هتتعب نفسيا بس. مع ذلك المستشفى بتعمل كل اللي في وسعها. المستشفى دي بجد يعني انا عايز اقول له انا مش عارف اقول ايه ولا ايه عنها. بس المستشفى ديت بجد 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 بجد، المستشفى دي اقسم بالله من المستشفيات اللي بتراعي ربنا، المستشفيات اللي بتراعي ربنا في المريض. دكاترة بيتعاملوا احسن معاملة جوه مع المريض. طقم التمريضات من اول بوابة الامن لغاية ما تخش العمليات انت بتتعامل معاملة فندقية. بكلمكم بامانة، دي انا شفتها بعيني اقسم بالله. يعني انا فوجئت بالقرار اللي بيقولوا، اللي انا سمعته على السوشيال ميديا، اللي المستشفى 57 هتقفل. مستشفى 7 يعني انا ذهلت، مش ذهلت عشان خاطر بسمله الحمد لله، بسمله الحمد لله تمام دلوقتي وعملت عمليتها وعمليتها نجحت والحمد لله زي الفل. انا بتكلم على يا جماعه الناس التانية اللي جوه، الناس اللي عندها يعني اورام خطيره، الناس اللي لسه هتتعالج، الناس اللي جوه، الناس اللي بتاخد كيماوي، الناس دي كلها حرام بجد. هيروحوا فين؟ هيروحوا فين؟ وبعدين احنا لو اتبرعنا بجنيه واحد اقسم بالله، يعني الجنيه دلوقتي مش عامل لنا حاجه. انا اسف يعني ملوش لازمه، بس بالنسبه للمستشفى ليه قيمه كبيره. لو كل واحد اتبرع بجنيه بجد والله هتنقذوا ناس كتير. انا واحد من الناس يعني كان نفسي ابقى محتكم على فلوس اقدر ان انا اساعد بيها، يعني اساعد بيها وبمبلغ كبير، بس انا هقدر، يعني انا هعمل اللي اقدر اعمله. بجد المستشفى دي تستاهل، بجد الاطفال اللي جوه لازم تتساعد، لازم كلنا نقف مع بعض، لازم يبقى ايدينا في ايد بعض. احنا كلنا مصريين والمصريين معروفين بشهامتهم وجدعنتهم. لازم يا جماعة نقف جنب المستشفى. المستشفى من احسن المستشفيات. عايزك تروح وتشوفها، يعني خش وشوف وقارن انت بعينك، خش وشوف المعامله، وخش وشوف. عايزك تخش تشوف المستشفى عامله ازاي. بجد 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 يعني استحاله مستشفى زي دي تقفل. بجد انا مصدوم لغايه دلوقتي، ومش عايز اطول عليكم اكتر من كده. بس يا جماعه لازم نقف جنب المستشفى ولازم نساعد المستشفى حتى لو بجنيه بجد. بس ما انا عايزه تقولي حاجه للناس؟ هي المستشفى كويسة بجد فعلا، وانا يعني قبل ما اروح كنت برضو مش عايزة اروح، كان نفسيتي تعبانة برضو، يعني خايفة من العملية. بس لما روحت هناك كانت قلت يا ريتني ما خفت، والقلق ده كله كان فيا. بس بأمانة المستشفى جميلة
وانا بروح وببقى عايزه اروح وافضل قاعده فيها، بس العيال اللي جوه تتعب الاعصاب من اول يوم، والعيال تعبانه وبتاخد كيماوي وحاجات كتير جوه، لكن الناس اللي فيها كويسين جدا. وبجد بجد يا جماعة لازم كلنا نبقى ايد واحدة ونقف جنب المستشفى. المستشفى دي ما ينفعش تقفل، المستشفى دي متعلق فيها أرواح ناس كتيرة، المستشفى ديت بتبقى أمل لناس كتير، المستشفى ديت من الآخر استحالة تقفل. واشوفكم الفيديو الجاي.